السلام عليكم احبائي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي واحد الحلوه اللي كتجي سهله رائعه، كتذوب في الفم بدون زبده وبدون دقيق ابيض. تبعوا معايا الفيديو للاخير باش نعطيكم الطريقه والمقادير بالتفصيل. بسم الله على بركه الله. غنجيبوا واحد لوبول، غنديروا فيه جوج البيضات. البيضه الاولى بيضه كامله والبيضه الثانيه غناخذوا منها الصفار، والبياض غنخلوه للاخير غنحتاجوه في الدهن. غنزيدوا واحد القبيصه ديال الملح، غنضيفوا كاس الا ربع من السكر سنيده، غننا ساشي ديال السكر فانيلا للتنسيم، وغنجيبوا الفوي ديالنا وغادي نخلطوا هذاك البيض مع سنيده حتى نحسوا بديك سنيده دابت وسط داك البيض. وهنا غادي نضيفوا نصف كاس من الزيت النباتيه، وغنعاودوا نمزجوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه. عندنا كاس الا ربع من عصير ديال البرتقال. المذاق ديال البرتقال كيجي رائع فهاد وزاتي هذا. صافي غنعاودوا نخلطوا المكونات كاملين حتى يدخلوا في بعضهم. وهنا غادي نضيف نصف كاس من الكوك. الكوك دائما يكون نوعيه جيده، يكون كوك ميدم باش كيعطينا واحد التعليكه في الحلوه ديالنا. وهنا غنجيبوا دقيق الفينو او السميد الناعم جدا. غادي نديروا 3 ديال الكؤوس، دائما العبار بكاس ديال العنبه. غنبداو ندخلوا في الدقيق ديال الفينو بالتدريج، وحنا كنخلطوه غير بالفوي حتى كتبدا تعقد لينا الخليط. كنبداو نخدموه بيدينا. انا غنضيفوا ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وغنضيفوا الدقيق الفينو اللي تبقى لينا، وغنبداو نعجنوا باليدين ديالنا وكندخلوا في هذاك الدقيق. ما تخافوش من القوام ديال العجين كيبان لكم مرخوف بزاف، راه دقيق الفينو راه كيتشرب يعني، وحنا كندلكو فيه راه كيبقى يتشرب. وغنخلوها ترتاح واحد شويه بين ما وجدنا الخلطه اللي غنزينوا بها هاد دواز اتاي هذا. صافي من بعد ما جمعنا العجين مزيان وعجناه غادي نخلوه جانبا، وغنجيبوا واحد الزلافه ولا واحد الاناء غندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده، 30 غرام ديال الزبده. هنا عندنا 20 غرام ديال السكر سنيده، وعندنا الكاوكاو بالقشور ديالو محمر عندنا 40 غرام، وهنا عندنا دقيق الفرز. غادي نبدا نبسس هذاك الكاوكاو بديك الزبده مع سنيده. نستخدم الاصابع ديالي ونبدا ندخل داك الدقيق. هاد الخلطه كتجي رائعه ومقرمشه في الوجه ديال الدواز اتاي. ممكن تستغناو عليها، تستعملوا الكاوكاو كونكاسي او الزنجلان او اللوز اللي عندكم، ولكن هاد الخلطه الا استعملتوها غتعجبكم بزاف، كتعطي واحد التعليكه وواحد القرمشه زوينه الحلوه. صافي غنبقاو نبسوا هذاك المكونات مزيان، وحنا كندخلوا داك 40 غرام ديال دقيق الفورس بهذه الطريقه هذه، بحال كنخدموا كسكسو يعني كيولي عندنا دوك الحبيبات بهذا الشكل هذا. انا نوريكم الطريقه اللي غنزينوا بها الحلوه. ها هو العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا راه تماسك لينا القوام ديالو ولا متماسك، ما بقاش مرخوفه بزاف. صافي غنبداو نشكلوا في الكويرات ديالنا على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه ما كتلتصق والو، ولا كانت كتلتصق معكم تبداو تستعملوا شويه ديال الماء اولا الزيت عاد ديروا الكويرات. هنا عندنا بياض البيض اللي خفقناه كندوزو فيه هذاك العجين غير الوجه ديالو، وكندوزو في هذاك الخليط حتى يلصق فيه مزيان، وكنوضعوه في صفيحه ديال الفرن. غنستمر في هذه العمليه هذه حتى نكمل العجين ديالي كامله. وانا كندير الكويره كندير الوجه ديالها في بياض البيض، وكندوزو في الخلطه السحريه اللي
صدقوني غتجي رائعه لا في المذاق ديالها ولا ديك التعليكه والقرمشه اللي كتعطي. صافي كيف ما قلت لكم نفس الطريقه حتى نكملوا العجين كامله ديالنا، وحنا كنوضعوهم في صفيحه ديال الفرن اللي ديجا غطيناها بالبابي كويسون باش ما تلتصقش لينا الحلوه في اللاطه، اولا دهنوها بالزيت او الزبده. وبالنسبه عفوا الفرن كنسخنوه على درجه حراره 170 ولا 180، كنشعلوا عليه من الاعلى ومن الاسفل حتى كيبان لينا الحلوه ديالنا بدات تشد لينا. كنطفيو من الاعلى وكنكملوا الطياب ديال الحلوه ديالنا حتى كتبدا كتحمر، نعاودو نشعلو عليها من الاعلى باش كتعطينا واحد اللون زوين. ها هي الحلوه ديالنا بعد ما كنوضعوها في الصفيحه ديال الفرن كنجيب واحد الزلافه صغيره ولا كاس، ممكن تستعملوا حتى كاس صغير، كتحاولوا تقادوا لا فورم ديالها الشكل ديالها بهذا الشكل هذا بشكل دائري، حيت العجين كتكون رطبه يعني بحال كديفورما واحد شويه. يعني كنجيب واحد الكاس اولا زلافه كيف بحال هذه اللي عندي وكنبقاو كنشكلوا فيها بهذا الشكل هذا. صافي هنا للتزيين غنجيب الكاوكاو مقشر في السخ بحال هكا، كنبدا نتكي به هذيك الحلوه حتى هو غير تزيين. ممكن تستغناو عليه، ممكن ديروا بلاصتو لوز اللي متواجد عندكم ممكن تستعملوه، كيعطي واحد المنظر رائع وحتى المذاق ديالو كيجي زوين. صافي غادي ندخلو دابا الحلوه ديالنا للفرن طيب ونتلاقاو نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها. وهذا هو الشكل ديال دوز دي اتاي ديالنا، كيجي رائع كيجي لذيذ وهشيش وما غيطولوش في الفرن، يعني ما كيفوتش ربع ساعه حتى ثلث ساعه في الفرن باش تبقى فيه هذيك التعليكه وما ينشفش ليكم بزاف. وكنتمنى نجربوا هاد الوصفه هذه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه.